كل يوم بتصحى على وجع في معدتك، بيجيلك حموضه او نفسك مسدوده او بتتقرف من الاكل، على فكره انت مش بتتدلع، انت ممكن يكون عندك حاجه اسمها جرثومه المعده. وبصراحه الجرثومه دي بتفضل تخرب في معدتك سنين طويله وانت ساكت. والنهارده هكلمك عن جرثومه المعده وازاي نعالجها وما ترجعش لينا تاني. انا محمود رمضان، تابعني. يعني ايه جرثومه المعده؟ هي نوع بكتيري اسمه اتش بلوري، بتدخل الجسم من اكل ملوث او مياه ملوثه، وبتبدا تبوظ الطبقه اللي بتحمي المعده، فتلاقي المعده بتبدا تتاكل واحده واحده، وبيظهر بقى الحرقان والوجع والقرح. وخد بالك الجرثومه خطيره جدا جدا لو اتسابت من غير علاج، وساعات ممكن توصل لحاجه اخطر وهي سرطان المعده، ربنا يعافينا. بس ما تقلقش، ده بيحصل لو سبتها سنين وسنين ولو فضلت تاخد مسكنات وخلاص. طب ايه الفرق بينها وبين القولون؟ ناس كتير بتتلخبط. القولون بيوجع بعد الاكل وبيحصل انتفاخ كتير جدا ومغص. الجرثومه هتحس بغثيان وهتحس بوجع وانت جعان وهتحس بحموضه جامد. في ناس عندها الاثنين مع بعض وبيبقوا متدمرين فعلا. وعلى فكره الجرثومه بتعمل توتر وقلق واكتئاب لانها اصلا بتاثر على فيتامين بي 12. وغير كده اصلا لما بتحس بتعب في معدتك جامد تحس ان انت مكتئب لوحدك. اعراض الجرثومه بيبقى الم في المعده بيزيد وانت صايم او جعان، بيجيلك احساس كده وانت بتاكل انك شبعت بسرعه، بتحس بمراره في الفم، ريحه كريهه جدا، حموضه في اخر الزور، بتحس انك بتفقد شهيتك وبتفقد وزنك واحده واحده، ساعات بتلاقي دم في البراز او في الغثيان. التحاليل اللي بتطلب عشان تعرف اذا كانت هي عندك ولا لا: تحليل براز مخصوص للجرثومه او تحليل دم، ولو في اعراض قويه جدا هنعمل منظار. التحاليل دي بسيطه جدا ومتوفره في اي معمل. نيجي بقى نتكلم في العلاج بالتفصيل. العلاج بيبقى عباره عن 3 حاجات: اول حاجه مضاد حيوي، تاني حاجه معاه مضاد حيوي تاني، تالت حاجه الدواء يقلل الحموضه. هتقولي زي ايه؟ مضاد حيوي زي اموكسيسيلين، المضاد الحيوي التاني زي كلاريزيثروميسين، تالت حاجه الدواء اللي بيقلل الحموضه زي بنتازول او اميبرازول او نيكسيون. المهم انك تاخدهم صح وفي مواعيدهم بالظبط، من 10 ل 14 يوم، واهم حاجه ما تقطعش فيه حتى لو ارتحت بعد يومين. وده كورس لازم نمشي عليه مظبوط عشان نتخلص منها نهائي. طب ناكل ايه واحنا في فتره العلاج؟ اول حاجه الزبادي البلدي مليان بكتيريا نافعه. تاني حاجه العسل بيبقى فيه مضاد بكتيريا طبيعي بيحارب الجرثومه وكمان بيقلل الالتهابات. تالت حاجه البروكلي، في ماده بتقضي على الجرثومه من جذورها وكمان بيحسن المناعه. رابع حاجه الخيار والكوسه والخس، خضار هادي على المعده وسهل الهضم. واخر حاجه الثوم، مضاد حيوي طبيعي بس لو بيضايقك بلاش منه. هتشرب ايه وانت بتتعالج؟ اول حاجه بتشربها على غير ريق وهي ميه دافيه مع معلقه عسل نحل. العسل مضاد للبكتيريا وبيهدي المعده جدا. تاني حاجه شاي اخضر، واهم حاجه يكون من غير سكر، فيه مضادات اكسده قويه جدا بس بلاش تحليه. تالت حاجه زنجبيل مغلي بالعسل، بيهدي الالتهاب والغثيان وبيساعدك انك تهضم. رابع حاجه الشمر، لو عندك انتفاخات او تقلبات في المعده ده هيبقى صح. وخد بالك الحاجات اللي بتزود التعب جدا وهي القهوه والشاي السخن جدا والكولا والبيبسي والمقليات والاكل السبايسي. طب هل احنا لو اتعالجنا من الجرثومه هنعمل تحاليل تاني؟ طبعا لازم نعمل. بعد ما نخلص العلاج ب4 اسابيع بنعمل تحليل عشان نتاكد اننا خلصنا منها تماما. واوعى تعيد التحاليل بدري تماما لان ممكن يطلع لسه في اثار مش مظبوط. طب ازاي احمي نفسي منها بعد ما اتعالج؟ بنغسل ايدينا كويس، ما نشربش من اي كوبايه او ازازه مش بتاعتنا، والاهم ان احنا نبعد عن اي اكل او مشروبات من الشارع. خلي ادواتك الشخصيه لنفسك وما ترجعش تاكل اي حاجه تشك في نظافتها. جرثومه المعده مش مرض نادر، نص الناس تقريبا عندهم او جالهم جرثومه في وقت ما، بس الفرق انك بتكتشف بدري وتاخد العلاج صح. ولو شكيت لحظه ما تاجلش، نعمل تحليل براز هو اللي هياكد لك كل حاجه. يا رب اكون قدرت اشرح لكم الموضوع ببساطه، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودي كانت جرعه معلومه، اشوفكم في حلقه جديده اقوى. سلام.